عمرك سألت نفسك اللي انت شايفه ده حقيقة ولا مجرد وهم؟ سنة 1915 أينشتاين وباستخدام نظريته النسبية أثبت إن الجاذبية ما هي إلا مجرد وهم، وإنها في الحقيقة سقوط للأجسام بسرعة ثابتة على نسيج زمكان منحني. وقبلها كان أثبت إن أي جسم بكتلة أو بطاقة عالية بيعمل انحناء في نسيج الزمكان، النسيج اللي بيربط ما بين أبعاد المكان وبعد الزمان. ومن هنا هنبص بصة سريعة على الفضاء. لو افترضنا إن في نجم وسميناه إكس، الطبيعي إن بقدر أرصد إكس لأن الضوء بيخرج منه وبيوصل لي في خط مستقيم. ولكن لو ظهر جسم بكتلة أو بطاقة عالية بيني وبين إكس، فالغريب إني برضه هقدر أشوفه. ولو رجعنا للنسبية هنعرف إن الضوء هينحرف لأنه هيمشي بسرعة ثابتة على النسيج المنحني اللي الكتلة العالية دي هتسببه. فأنت فعليا هتشوف إكس ولكن في زمن غير زمنه الحقيقي وفي مكان مختلف زي تجربة إدينغتون. بل وكمان ممكن تشوف من إكس نفسه أكتر من نسخة. ومن هنا نرجع للسؤال تاني،